يلا اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. أهلا وسهلا متابعات، شو أخباركم؟ اليوم سوينا عصير بطيخ. خذيت حليب كويتي كوب وشكر كوب وثلج وضربتهم بالخلاط وتصفينه وتصبينه وهو بارد تقدمينه، فالطعم رهيب كلش رهيب والله. يعني ما يكلفتش إلا شي قليل وطعمه كلش طيب وشغلة نظيفة وبيتش تعتمدينها. هالكيكة الإسفنجية أنا مشاركتها كلش هواي وياكم بالقناة، راح أخلي لكم رابط الفيديو وشوفوا طريقتها. وهنا روتين عشاء خفيف، عشاء علاقة بامتياز. وأحسن طريقة للباذنجان إنه تغسلينه مباشرة، يعني ما تنقعينه بماي وملح، تنقعينه بماي وملح راح تذبل الباذنجان. فهيجي طريقة لا تظل محافظة على شكلها وقوامها وتظل نفس يعني شكلها اللي قطعتيها بيها. لا تنسون الاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل شي جديد.